احنا النهارده هنتكلم ودلوقتي خاصة عن الفيزر، وقلنا ان التقنيات عموما عبارة عن تفتيت الدهون. ازاي بيتعمل في الفيزر؟ الفيزر هو ايه؟ هو تفتيت وشفط الدهون عن طريق موجات فوق صوتية، وده التعديل اللي طرأ في الطب. كنا زمان بيتعمل شفط ميكانيكي وما زال بيتعمل بدرجات معينة، لكن الفيزر عمل طفرة كبيرة. ازاي ان احنا نفتت الدهون؟ ازاي؟ هنشوفها مع بعض دلوقتي. ازاي؟ في فيديو بيورينا بشكل مبسط كده هو الفيزر هيشتغل ازاي، وجبنا الدهون اللي موجودة عندنا وهنشوفها في الفيديو. دهون بس احنا بنشوفها عندنا في كل بيوتنا، وهو الزبدة. تعالوا نشوفها سوا مع بعض دلوقتي. عندنا شايفين ده بقى قالب الزبدة اللي احنا عارفينه. بصوا ازاي الفيزر بيمشي على الزبدة. بصوا هو ماشي كده بالراحة، قاعد بيسيحها ازاي، بيخش بيعمل تفتيت ليها بسيط جدا بدون اي تدخل قوي. هو مجرد بيخش كده بيقلب كده بالراحة، بيشوفها قدامه قاعد. المفروض ان هو عاوز يوصل بين الزبدة اللي احنا قاعدين بنقسمها دلوقتي، هو عاوز يقسمها نصين ويحللها، وهنشوفها في الفيديو. وهي بصوا ازاي نازله دلوقتي، بقت ايه؟ بقت سائل. كل ده بيحصل له تفتيت. وهو انا حبيت اوريها لكم في الفيديو ده واحنا بيتعمل ازاي ان اهي الزبده دي دهون، بس دهون خارجيه. بوريها لكم بشكل طبيعي جدا. بصوا قاعده بتحصلها ازاي، بتدوب خالص وبتطلع بشكل سائل. هنشوف بعد كده ازاي ده بقى بيطبق في الجسم. يعني هل هو فعلا الموجات الصوتيه دي هتخش في طبقه الدهون؟ خلينا ندرس مع بعض ونعرف ان احنا ترتيب طبقات الجسم ايه. جلد خارجي، دهون، عضلات. الفيسر بيخش يشتغل على الطبقه الدهنيه اللي في الوسط عشان يحل السمنه الموضعيه اللي احنا قلناها من بدايه الحلقه.